بص، النهارده ان شاء الله انا هتكلم بطريقه ممكن يكون الناس اللي متابعيني هيستغربوا منها شويه، لان انا حرصت طول الفتره اللي فاتت ان انا ما اتكلمش او ما اجيبش سيره الموضوع ده. ولكن بصراحه موقف هحكيه لك النهارده حصل معايا هيبين لك احنا وصلنا لانه ليفل في ممكن يكون استغلال الناس، ممكن يكون في يعني سوء الإعلان عن منتجاتنا وهكذا. فأرجو إن شاء الله يعني لو الكلام النهاردة هيضايقك أو هتحس إن إحنا غيرنا طريقتنا فيه، مفيش إشكال خالص. ممكن حضرتك تقفل الفيديو عادي جدا جدا، وخليني بقى أدخل لك في الموضوع على طول. اللي حصل ببساطة إن طبعا في طلاب بيجوا يحجزوا معايا لقاءات خاصة علشان يستشيروني في أمور شتى. في ناس طبعا بتعلم قرآن، في ناس بتسأل عن التجويد، في ناس تسأل عن التعليم أونلاين وهكذا. في ناس تستشيرني طبعا في موضوع دراسه الانجليزي، او في ناس برضو بتحجز معايا دروس انجليزي. وبالمناسبه هسيب لك ان شاء الله رابط تحت لو حابب تستشيرني في اي موضوع من المواضيع دي، وان شاء الله هحاول افيدك في كل ده. لكن النهارده واحده حجزت معايا، والحجز بتاعها كان كالاتي. خليني بس اقرا لك عشان يعني ايه اي كووت، علشان يعني اقول لك بالظبط الحجز بتاعها كان اللي هو مكتوب بالظبط كده: استشارة بخصوص التسجيل على منصة ايتاكي وبريبلي. طبعا الحجز اسمه غريب، يعني هو في الطبيعي ان الناس مثلا بتقول احنا عايزين نستشيرك عن التعليم اونلاين، احنا عايزين نستشيرك عن تعلم اللغة الانجليزية ومستواها ايه واعمل ايه عشان احسن من مستوايا. لكن الاستشارة بخصوص التقديم، يعني ازاي اقدم في ايتاكي ولا غيره، غريب. الموضوع غريب مش كده؟ طيب، وفعلا اتقابلنا والحمد لله. انا بدرس في ايتاكي من اكتر من يعني من يمكن 5 سنين او يمكن اكتر. فاتقابلنا وطلع ان الموضوع كالاتي: ان الاخت جزاها الله خير بتاخد حاليا كورس لتعليم الاجانب. يعني الكورس اعلن عنه ان احنا هنعلمك ازاي تعلم الاجانب اللغة العربية، ولكن في كام حاجة غريبة واجهتها. وبالمناسبة قبل بس ما اكمل، انا اي حاجة هقولها طبعا استأذنت الاخت الاول علشان ما اكونش يعني بتكلم او بقول حاجات. استأذنتها ان انا هنقل الكلام اللي هي قالته ده، فانا مش بقول على حاجة المفترض يعني ان هي سر او كده، لا انا قايل لها ان الكلام ده هتكلم عنه بس علشان احذر وعشان تعرف ان يا اخوانا مش كل حاجه تسمعها تصدقها. ده اقل حاجه هنطلع بيها النهارده. مش هقول لك في ناس بتنصب، مش هقول لك في ناس ممكن تكذب علشان بس مش عارف ايه. هقول لك اقل حاجه هنتعلمها النهارده ان مش اي حاجه تسمعها تصدقها. اول حاجه ان الكورس ده اللي هو مقدم لتعليم الاجانب اللغه العربيه مفيش فيه انجليزي خالص. هي تقول ما درسناش انجليزي، وده يعني طبعا شيء غريب. انا ازاي هعلم الاجانب؟ يعني انا دلوقتي معايا طالب اجنبي وعايز ادرسه، المفترض المدرس اللي داخل يحجز عندك متوقع انك انت هتدرس له انجليزي. سيبك يا عم الحاج، مش دي المشكله، انت ليك منهج. طبعا هي بتقول هم قعدوا يكلمونا عن سيكولوجيه الطالب وازاي تتعامل مع الطالب وحاجات عامه هي بتقول انا عارفاها ومش محتاجها اصلا بستخدمهاش في دروسي وهكذا. لكن الحاجة التانية ان المدرسة قالت لهم، هي بتقول ان كان في ناس كتير بيحضروا معاها، في ناس مش ما شاء الله معاهم ايه ومعاهم ايه، ماشي جزاهم الله خير. ان الست قالت لهم تخيل ان اللغة العربية اللغة الانجليزية مستواك فيها مش مهم. انت هتعلم طالب اجنبي مش لازم تكون بتعرف تتكلم انجليزي. هل يا اخوانا الكلام ده لو احنا بس عديناه على عقلنا، طالب اجنبي ما بيعرفش يتكلم ولا كلمة عربي وانت هتدرس له لغة عربية، هل يعني يتوقع او الطالب ده منتظر من المدرس ان هو يكون ما بيعرفش ولا كلمة انجليزي؟ يعني لو الطالب مثلا قال والله بطني وجعاني النهارده مش هقدر احضر الدرس، لو اب اتصل بيك وقال لك هاي I wanna book some lessons for my son and daughter، انت هتعرف تكلمه وترد عليه بالعربي؟ يعني هتكون عايز تكلمه بالعربي؟ هل ده شيء معقول؟ طبعا هي بتقول لهم كده. طبعا معروف المبرر ان هم اصلا ما علموهمش انجليزي في الكورس ده. خد التالتة بقى. الكورس على حسب ما اعلن عنه في جزء نظري وجزء عملي. فهم بيقولوا للطلاب احنا هنخليكم تدرسوا لطلاب اجانب بنفسكم، يعني المدرسين اللي اشتركوا، الناس اللي اشتركت في الكورس هتتعلم وهيدخلوهم يتعلموا مع طلاب او يدرسوا مباشرة لطلاب اجانب. ده حاجة كويسة. يعني انا متهيألي لو حضرتك مقدم في كورس يقولك والله احنا هنعلمك وهنتيح لك انك انت تدرس لطلاب اجانب، اظن دي حاجة ما فيش اجمل منها، صح ولا لا؟ خلي بالك ان هنا الموضوع مش بس مجرد ان انت هتدرس في حصص، لا ده احنا هنوظفك كمان. يعني انت هتاخد الكورس
وهتدفع فيه فلوس، بس في اخر الكورس هنوظفك. ايه رايك يا اخوانا؟ ايه راينا في الدعايه دي؟ يعني انت لما تقابل دعايه زي كده، هل الموضوع ده متاح؟ هل الموضوع ده ممكن؟ بالمناسبه احنا عندنا كورس المعلم الطليق اللي انا حاطط فيه تعليم انجليزي وتعليم تجويد وتعليم اساسيات التعليم اونلاين وتعليم القراءه والكتابه عن طريقه. وطبعا انا مش قصدي هنا في اعلان في الكورس، لو انت عايز تشوف اعلان الكورس هسيبه لك في الرابط ده، هيظهر ان شاء الله فوق. لكن مش ده القصد، مش ده القصد. انا اقصد هل طبيعي ان حد مثلا يجي يقول لك انا هعلمك وهوظفك؟ خلي بالك احنا عندنا طلاب كتير بيجوا يقدموا وبيسالوا السؤال ده: هل هتوظفونا بعد ما تعلمونا ولا لا؟ فالاخت اللي بترد على الرسائل مفهمها انها توضح ليهم جدا بوضوح وعلى ميه بيضاء: احنا كورس تعليمي مش بنقدم توظيف، والله احنا نديك المهاره اللي لو اتقنتها وذاكرتها كويس في اي حته هتروح هتشتغل ان شاء الله وهتكون مقدم على غيرك لانك انت عندك المهاره. لكن انت متخيل معايا ان انا اقول لك انك انت لو قدمت، وتخيل بقى، وتعالى نضرب سعر الكورس في العالي، تعالوا الكورس ده ب 4000 جنيه بس انا هتدفع لي 4000 جنيه وبعدها هخليك تشتغل. خلي بالك وظيفه معلم القران يعني بالميت خالص تاخد لك 7000 جنيه و8000 جنيه و10000 و20000 بتوصل لكده. فانا لما اقول لك والله تعالى عندي وانت راجل محدود الامكانيات، لان هي على كلامها ان الناس اللي معاهم في الكورس ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي، واقول لك ان انا هوظفك، هل ده امر واقعي يا اخوانا؟ يعني انا لو انا شركه محترمه وعندي طلاب وخايف عليهم، هوافق ان انا اديهم طالب او مدرس معذره ما بيعرفش يتكلم ولا كلمه انجليزي؟ انا هعمل كده؟ طب عشان تكون عارف بقى ان الشركات اللي زي كده بيقدم لها طلاب كتير، يقول لك يا عم الحاج انا هديك 4000 جنيه ولا 3000 جنيه ولا 10000 جنيه وبعد كده هتوظفني وظيفه دائمه. ده ممتاز، خد يا عم وظفني. هل انت متخيل لو تقدم له 20 طالب او 100 طالب هيعرف يجيب لهم طلاب؟ ده امر واقعي يا اخوانا. يعني هل شركه لو قدم فيها 100 طالب ياخدوا الكورس وانت عايز كل مدرس هتديله 4 5 طلاب، يعني انت عايز 500 طالب في الشركه الواحده بس، هل ده امر واقعي؟ يعني الشركه تقدر تعمل كده حقيقه؟ انت بتظن ده؟ الكلام ده يا اخوانا يكاد يكون مستحيل. يعني وحتى لو افترضنا ان هو ممكن يكون قابل للتطبيق، هيكون قابل للتطبيق بطريقه ايه؟ ان احنا نقول هتقدموا على وظيفه مدرس قران وهناخد المتميزين منكم، ويطلع مثلا من 200 300 واحد ناخد 2 أو 3. ده الشكل الواقعي اللي ممكن عقلي يتخيله. انما يقدم لي مثلا 200 طالب ياخدوا عندي كورس وحضرتك هتوظفهم كلهم، هل ده ممكن يصدق؟ انا اظن ان اللي هيصدق حاجه زي كده هو شخص عنده قابليه انه يصدق اي حاجه. للاسف الشديد، معلش انا اسف، الكلام ده يا اخوانا صعب. والوعد بالتوظيف لطالب انت ما انتش عارف هيستفيد ولا لا، وهيبقى كويس في الانجليزي ولا لا، وهيذاكر اللي انت قلته له ولا لا، ده وعد المفترض يكون مدروس كويس، لانك انت هتتسأل الفلوس اللي انت خدتها منه دي هتتسأل عليها ببساطه جدا. انا مش عايز اقول حاجه اكتر من كده، انا مش عايز اتهمك بشيء اكبر من كده، بس انت غالبا مش هتعرف توفي بالشرط ده. ده رقم واحد. برضو من الحاجات يا اخوانا الغريبه اللي بنسمعها يقول لك هل انت الكورس بتاعنا بيقدم شهاده معتمده؟ ده يكاد يكون مستحيل. الوعد ده ان انا اقول لك الكورس بتاعنا لما تخلص معانا، في ناس طبعا بتقول هوبا شهاده معتمده، وبرضو عندنا في الكورس في المعلم الطليق لما حد بيقدم بنقول له احنا بنقدم شهاده فعلا لكن مش معتمده. انت ممكن تروح توديها في الشركه تقول لهم انا فعلا اخدت كورس بس مش معتمده. هو ايش عرفوا بيا اصلا؟ الشهادات المعتمده دي يا اخوانا مش بيقدمها غير شركات عملاقه على مستوى العالم. تخيل انت معايا ان زي امريكان انجلش ابراهيم عادل قال انا هقدم شهادات معتمده في اي حته في الدول العربيه، ومعرفش، وكان صفحته ساعتها فوق 3 مليون، وقال انا معرفتش اعتمدها في دول ما رضيتش تعتمدها لي. وراجل عنده حاليا في صفحته ما يعني اكتر من 10 مليون، اكبر صفحه تعليميه لتعليم اللغه الانجليزيه في العالم، ومش قادر يقدم شهاده معتمده. الموضوع ده مش سهل. وحتى الشركات العملاقه زي اوكسفورد مثلا، لو واحد راح قال لك انا اخدت الايلتس والتوفل، الايلتس مثلا بيكون معتمد في دول معينه مش في كل الدول. فور اكزامبل يعني السعوديه مثلا، السعوديه الشهاده المعتمده في الانجليزي عندهم حاجه اسمها ستيب، ده مقياس معين لمستواك في اللغه الانجليزيه. ده المعتمد غالبا في اي مكان هتروحه في الانجليزي في السعوديه عشان تقدم على وظيفه محتاجه المستواك في الانجليزي. مش هيقول لك انا عايز توفل ولا هيقول لك انا عايز ايلتس، هيقول لك انا عايز ستيب. تمام؟ فهناك ده المعتمد عندهم. بعض الدول يقول لك احنا معتمد عندنا التوفل، بعض الدول يقول لك احنا معتمد عندنا الايلتس، وغير كده في حاجات كتير. فانت علشان تقول لي انا شركه قران محدش سمع عني غير من اعلانات الفيسبوك وهقدم لك شهاده معتمده،
منين يا باشا؟ يعني انت هل انت مثلا اللي انا اتصور ان عنده القدره انه يعمل كده جهات رسميه في الدوله زي الازهر الشريف، حاجه معتمده على مستوى الدول وهكذا. لكن حضرتك تقدم شهاده معتمده الا لو كان قصدك انها معتمده عندك انت بس. يعني ده وكده طبعا يكون ما وضحتش للطالب اي حاجه. فالمقصد ان هم قال لهم احنا هنجيب لكم طلاب. ده انا زي ما قلت لك انا عندي يعني في تخيلي، هل انا اقدر اجيب لكل طالب هيقدم عندي طالب اجنبي اخليه يقعد قصاده ويدرس له؟ الكلام ده ممكن يحصل، بس بص معايا قال لهم ايه. قال لهم الطالب ده هتقدمه بشرط انكم الجزء العملي لازم تقدمه في بريبلي. طبعا بريبلي ده مؤسسة او شركة من اكبر شركات تعليم اللغات في العالم. يعني تقريبا احنا في الوطن العربي عندنا اشهر اتنين على الاطلاق، اللي هو ايتاكي وانا شغال فيها بقالي 5 سنين، وبريبلي، ودي دول اشهر اتنين. اظن ما حدش يختلف ان لو حد عايز يدرس لغة عربية او قرآن مش هيلاقي اشهر من دول اكبر اتنين واشهر اتنين. ومع ذلك وانت بتقدم في بريبلي او في ايتاكي غير مسموح اصلا انت كمدرس لو هتعمل فيديو انك يتصور جنبك حد. يعني لو جنبك حد في الفيديو مش هيقبلوك، لو انت حاطط صورتك الشخصيه وشايل طفل صغير مش هيقبلوك. فانت ازاي تقول له انا هدخلك في بريبلي وهجيب لك طلاب من على بريبلي تدرسهم؟ انت ايه سلطتك على بريبلي؟ ايه سلطتك؟ ده يا اخوانا كلام يعني هي هو يعني انت هتعدي، انت متخيل مثلا انا هعدي دلوقتي وهاجبر طالب، لان هي دي طريقه بريبلي، انت بيبقى لك بروفايل والطالب لو شاف البروفايل بتاعك وعجبه هيحجز معاك. ولا هل مثلا انت بالبروفايل بتاعك هتخليه هو يدرس؟ ده مستحيل. انا لو طالب حجز معايا ودخل معايا الحصه وفوجئ بمدرس مختلف، ده لو قدم شكوى فيا في بريبلي ولا في ايتاكي ولا في اي شركه محترمه حتى هيقفلوا البروفايل بتاعي تماما. فانت ازاي هتدخلهم؟ وانا بالمناسبه لو الاخت دي اللي انا تابعت معاها قلت لها خليكي معاهم والله يمكن يصدقوا. ولو قالت لي ان ده حصل وان هم جابوا لهم طلاب في بريبلي وان هي علمت طلاب واخدت شغلانه، انا هكتب الكلام ده في التعليقات تحت. حضرتك تابع التعليقات، انا هكتب ده بنفسي وهعتذر. بس ده يا اخوانا لما نعديه على العقل يعني صعب. انت هتوظفني، انت متخيل كده لما تروح لواحد عامل اعلان تقول له في عندكم وظائف؟ هنوظفك. هتخلوني ادخل مع طلاب اجانب؟ هنخليك. شهاده معتمده؟ كل ما تسالهم على حاجه يقولوا ده يدخل العقل؟ اكيد اللي هيصدق حاجه زي كده المفترض ان هو يكون شخص عنده قابليه فعلا يصدق اي حاجه. فعلى اي حال تخيل انك انت معاك شهاده معتمده. انا دلوقتي بقول لك في موقف بقى بعيدا عن كل ده، تخيل انك انت معاك شهاده معتمده من شركه عملاقه زي هنقول بقى حاجه اكبر من اوكسفورد، حاجه اكبر من الشركات اللي هي مثلا حاجه عملاقه، حاجه معتمده في كل انحاء العالم، وده مش موجود. اصلا ده مش موجود. تخيل انا معايا شهاده ان انا بتكلم انجليزي ورحت الشركه، هل انت متخيل ان هم هيرموك مع الطالب كده من غير ما يختبروك في الانجليزي؟ لازم تكون كويس بلا شك. ما الشهادات دي يا اخوانا ما حدش بيعتد بيها قوي يعني حتى لو الشهاده معتمده. انا فاكر ان انا كنت يعني بقدم في شركه تحفيظ قران للاجانب، فممكن طبعا هو بالنسبه له كراجل ذكي وعاوز الشركه بتاعته يكون ليها اسم في السوق وكده، فممكن هو لو اختبرني وكلمني بالانجليزي، وهو ده حصل فعلا نقاش بينا بالانجليزي، وبعد كده قال لي طيب انا حافظ عارف سوره كذا، ترجمها لي، قول لي بقى تفسير السوره دي بالانجليزي. علشان ممكن انت تكون محضر ومتدرب على الكلام معاه مع يعني الانترفيو ده، فهو عايز يكتشف مستواك الحقيقي، فهيديك حاجه ممكن ما تكونش جات على بالك اصلا، علشان يعرف اذا كنت انت فعلا بتعرف تتكلم انجليزي ولا لا. انما والله احنا شهاده معتمده واحنا مش، هتروح لو ما عرفتش تشرح للطالب سواء انت كنت في شركه او كنت بتدرس لوحدك، الطالب مش هيعرف يستمر معاك. ما احنا ما فيش بيننا وبين بعض لغه مشتركه. فانا قلت الكلام ده كتير يا اخوانا، انا قلت قبل كده واحنا عاملين سلسله كامله، واتمنى ان حضراتكم تراجعوا بقى الكلام. مدرس القران لما يجي يبدا المفترض يكون مستوى A1. ده اول فيديو عملته بتكلم عن الموضوع. طيب هل A1 ده هيكفل لي ان انا استمر كمدرس قران؟ كنت قلت لا، لازم تنمي من نفسك علشان تعرف تتواصل ويبقى في علاقه بينك وبين الطالب. A1 ده هيخليك تعرف تقول للطالب اهلا وسهلا، اتفضل اقرا، دي غلط ودي صح وهكذا. بعد كده انا درست وكسبت وانا مع الطالب طبعا عشان هو اجنبي، فبمارس معاه ومستواي بيتقدم. اشتغل على نفسي علشان اعرف اكون قدوه، عشان اعرف اكون يعني ايمج لمدرسين القران، ايمج للناس اللي بتعود ربنا. انما انا هدخل على الطالب انصب عليه او ادعي ان انا عندي مهاره وهي مش موجوده عندي، ده يا اخوانا يعني معلش انت هتاذي نفسك. تخيل انك انت لو انت دخلت في ايتاكي، انت فاكر
ان الشركه بالمناسبه شركات ايتاكي غير شركات القران المحليه، مش بتتابعك. يعني مش مثلا يعني مثلا في شركات المحليه العربيه يا اما بتسجل لك اللقاء وبيشوفوه بعدها وبيقيموك، يا اما بيدخلوا معاك الحصه يراقبوا عليك. تمام؟ طب شركه ايتاكي ما بتدخلش معاك، امال بتعمل ايه؟ بعد كل درس الطالب بعتوا له قيم لنا المدرس، اديله مثلا، تديله نجمه ولا نجمتين، ولا الحمد لله العبد لله من فضل الله انا حاصل على 5 نجوم من 500 درس اديتهم على مستوى سنوات في ايتاكي. تمام؟ فالطالب بعدها بيوصل له، مش انت بقى عامل بتقول انا للاسف الشديد من ضمن الحاجات اللي المدرسه قالتها لهم، قالت لهم لما تسجلوا في بريبلي اكتبوا في البروفايل ان انتم مستواكم بي 2. انا عشان مش فاكر قالت بي 1 ولا بي 1 ولا بي 2، بس اظن ان هي قالت لهم بي 2. وفي ناس ابيض ما يعرفوش حاجه في الانجليزي. انت متخيل لما الطالب يقرا في البروفايل بتاعك انك انت مستواك بي 2، يعني هتعرف تكلمني وادخل الاقيك صفر. انت اول حاجه علمت الطالب انه يكذب، قلت له يكذب، انت قلت له كده يكذب. المفترض اصلا مجرد ما قال كده المصداقيه اللي بينه وبينك راحت. انت علمته انه يكذب وامرته بالكذب، وفي نفس الوقت هتيجي على دماغه هو اول واحد. الطالب دخل وحجز لقاك ابيض مش عارف تقول كلمتين على بعض، ايه اللي يخليه يستمر معاك؟ بعد التقييم وقت تقييم الحصه هيديك نجمه ولا هيديك نجمه واحده بس، اللي هي كانها صفر. نجمه دي تساوي صفر، ان ده ما بيعرفش يدرس. وتيجي بقى اوتوماتيكيا كده لما يلاقوا طالب دخل اداك صفر، والتاني دخل اداك نجمه واحده، والتالت دخل اداك نجمتين بس، والرابع بيشتكي وبيقول ما حدش ياخد مع المدرس ده، اوتوماتيكي كده مش هيرشحوك لطلاب تاني، وانت كمدرس قران كاريرك وقف علشان رحت اشتركت في كورس غلط، علشان صدقت كلام انت اللي غلطان فيه. طبعا احنا هنكلم صاحب الشركه ونقول له اتق الله واعلن عن شغلك صح. يعني اعلن، قول الكلام الحقيقي اللي بينك اللي انت هتقدمه للطالب. لكن انت كطالب لما تصدق كل ده، لما حد يقول لك عندكم كذا عندنا، عندكم كذا عندنا مدرسين، عندنا دكاتره، عندنا مش عارف ايه، وفي الاخر خالص الطالب يدخل ما ياخدش منك حاجه وتقول له بلسانك اللغه الانجليزيه مش مهمه، انت كده بتخدعه حضرتك. يعني انت كده احنا ممكن نقول لك ان كده في شك في الفلوس اللي حضرتك اخدتها من الطالب.